في مسألة احتجاج النصر للأمانة، يعني النصر لازم يحتج في في كثير من المواقف، سواء هذا الموسم والمواسم الماضية. في النسق الأصفر كثرة الاحتجاجات، هذا أمر طبيعي. يعني لا يمكن، لا أستغرب أنه يأتي في يوم من الأيام أنه يحتجون على عدم وجود أمر ما يستدعي الاحتجاج. لم يوجد حكم أجنبي حضر إلينا وحدثت كارثة تحكيمية، يعني بمعنى أنه أخطاء بالجملة وحكم غير مؤهل لإدارة مباريات أو غير جاهز أو أنه مستواه ضعيف لدرجة أنه أقل من الحكام السعوديين. للأمانة أغلب من حضر من الحكام أنا نعم. إلى حد كبير أدائهم كان جيد. النقطة المهمة يعني وهي المفصل، رمانة الحدث، مسألة الحكام الأجانب، اللي هي مسألة أنه الحكم الأجنبي يزيل إلى درجة كبيرة جدا الضغوط الموجودة عند رؤساء، يعني كثير من إدارات الأندية، عند الإعلام، عند الجماهير، في مسألة الحكم المحلي. الحكم الأجنبي لن يرضخ لضغوط أي جانب من الجوانب، بل على العكس تماما. غالبية اللقاءات بمجرد أن يعرف أنه حكامها أجانب تختفي نغمة التصاريح الرنانة والتشكيك في الحكام وما إلى ذلك ومحاولة فرض أساليب ضغط. اختفت هذه الظاهرة تماما. يا أخي إذا كان أنت عندك ظاهرة سلبية في الكرة السعودية تؤرق الكرة السعودية وتقلق مضجعها، الحل الأمثل أنك تحاول بقدر الاستطاعة بتر هذا الورم. نجح الاتحاد السعودي في مسألة الحكام الأجانب. مسألة إعادة نغمة الحكم غير جيد الأجنبي، لا تجيبوا لنا حكام أجانب، أعيدوا لنا الحكم المحلي. الموضوع يعني كأنه الحكام مثل بعض، لا إطلاقا. طيب. لو كانوا الحكام في مستوى واحد، الحكام السعوديين والأجانب في مستوى واحد، فلن يكون التعامل معهم في نفس ممتاز. المستوى، لا قبل المباراة ولا بعد المباراة. طيب. نحن التاريخ يشهد أنه في كثير من المباريات أحيانا قبل اللقاءات بأسبوع هناك حرب إعلامية طاحنة بسبب محاولة التأثير والضغط على الحكام، لدرجة أنه كانوا يستجلبون التاريخ ويستحلبونه. أنا أتكلم الآن بشكل عام، يعني لا أسقط على نادي معين. يحضر أسبوع كل يرى أنه الحكم يعني يسحب رداء الضغط عليه إلى جانبه. كل حكم أصبحت الأندية وأطراف معها يعني تستحضر التاريخ وتستحضر ذكريات ومواقف ظلم فيها هذا الفريق من باب الاستفادة في المباراة القادمة. جميل. أستاذ فهد، هذه الظاهرة اختفت تماما مع وجود الحكم الأجنبي. ممتاز. هذا يعني لو لم يكن الحكم الأجنبي حضور وفائدة إلا في هذا الجانب يعني لكفى. جميل. هذا فيما يتعلق بالنسبة لمحور الحكام. الوضع المالي بالنسبة لنادي النصر إذا كان لك تعليق، عشان ننتقل للمحاور الأخرى اللي تتعلق في نادي الهلال. شوف، في مسألة المبالغ المالية هل هناك فعلا أزمة مالية يعيشها النصر أم لا؟ هذا الأمر لا يمكن أنه أحد يجزم به إلا أهل البيت النصراوي. والأستاذ طارق يقول أنه إدارة النصر لا تعاني من ضائقة مالية، خصوصا بعد المكرمة الملكية وأنه هناك دفعات جديدة من الاتصالات. أنا إلى درجة كبيرة ما دام هناك معلومة صدرت من الجهة الرسمية لا يوجد ما يخالفها، أنا يعني أعتبر أنه كأنه ما يعني لم يكن في شيء. قبل المكرمة الملكية أنا كنت بناء على معطيات أمامي أراها أرى أنه في عجز مالي. ما في شيء اسمه مكرمة، الدعم الملكي. نعم. الملك رفض أنه يستخدم كلمة مكرمة دعم. نعم. تفضل يا أستاذ فهد. طيب، الدعم الملكي، شكرا على المعلومة القيمة. هذا قرار ملكي أنه رفض إطلاق أي شيء بمكرمة. طيب شكرا لك على المعلومة. أنت قلت خادم الحرمين الشريفين والملك طلب أنه عدم إطلاق خادم الحرمين، فلا تقطعني لو سمحت، أني ما قطعت. لا بس صحح لك معلومة يا أخي. في بعد الدعم الملكي قبل هذا الدعم كان موجود أزمة مالية للنصر يفرضها المنطق والواقع، بحكم أن النصر يعني كان غالبية الآراء النقاد والمحللين وحتى الجماهير النصراوية الإعلام النصراوي كان يرى أنه مستوى الأربعة الأجانب دون المستوى قبل حضور طبعا بدر مطوع، وكان في يعني تأملات أنه حيكون هناك تغيير جذري على الأقل 50% من اللاعبين الأجانب. لكن يبدو أنه الحالة يعني القدرة المادية حالة دون إلا التعاقد مع لاعب واحد.
بدليل أنه اللي شاهدوا الآن أنه لا بتري استطاع أنه يخدم الفريق بالشكل الجيد. في قاروة أيضا يعني يلاحظ على مستواه هبوط حاد يعني مقارنة بالموسم الأول. ماكين فرضت الحاجة وجوده في ظل إصابات عبد الله القرني نعم. وبرناوي وحتى محمد عيد. نعم. أصبح وجود ماكين ضرورة بحاجة الفريق، ولا اللاعب لم يقدم. أنا أستغرب للأمانة يعني كل الأسماء اللي ذكرت يمكن باستثناء في قاروة سواء رازفان ولا بتري ولا ماكين، أسماء لهم تاريخ كبير على مستوى السجل الشرفي للاعب، أسماء تلعب نعم. في منتخبات قوية وقوية جدا، يعني المنتخب الروماني والمنتخب الاسترالي. عدم نجاحهم في النصر هذا توفيق من الله عز وجل، ويبدو أنه حتى يمكن هناك أحيانا ظروف أخرى محيطة لمسألة كيفية صناعة النجم أو المحافظة عليه. هذه للأمانة يعني مفتقدة في نادي النصر بشكل كبير حتى على مستوى اللاعبين المحليين. طيب أنا تقول لاعبين دوليين ونجوم وتقول لي كيف النصر يصنعهم؟ إذا كانوا نجوم يثبتوا نفسهم. طيب. ما يحتاج صناعة لعب. يعني أنا أستاذ طارق يعني أنا رايح أتعلق في هذا الموضوع. أنا رأيي ما راح أعلق لأن أعطيه فرصة يكمل على موضوع خالد عزيز والبقية يعني لأن طيب. أنا أخذت حقي من الحوار يعني. ممتاز. إذا مشاهدينا الكرام في فقرة أبرز أخبار الخميس، طبعا توصل مجلس إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق نهائي مع المحترف الروماني ميريل رادوي لتجديد عقده مع النادي لموسم آخر بعد نهاية عقده الحالي مع الفريق في نهاية الموسم المقبل، وتحديدا في كانون 2 يناير 2012. ويستمر رادوي بعد تجديد عقده مع الهلال حتى الشهر نفسه عام 2013. وأكدت المعلومات أن رادوي جدد عقده لموسم واحد مع الهلال مقابل مبلغ يصل إلى $2,000,000 مع أحقية الهلال بتجديد عقد اللاعب لموسم آخر. تعليق على الخبر؟ يستحق الكابتن رادوي، هو اللاعب الثاني المؤثر في نادي الهلال. نعم. في تعليق أستاذ فهد؟ هو ترى مش تجديد عقد يعني لتصحيح المعلومة أخوي محمد، هو في عقده الأول. هذه أول شيء أعتقد أنه هذه مش معلومة، هذا خبر. هذه مش وكالة يقولون، هذه أخبار. هذه خبر إيه. إيه. فأنت تصحح للصحيفة أنت. تفضل. لا هي الصياغة فقط، هي توضيح للصورة. هو اللاعب عقده كان 4 سنوات أعتقد أو 3 سنوات أو 4، لسه ماني متأكد من 4 سنوات وسنة إضافية في يعني للهلال أحقية في تجديد عقد، يعني في إضافة سنة أخرى من ضمن العقد الأول، أنه في حال رغب النادي في تجديد سنة إضافية فيكون له الحق في إضافة. هذا ما عمله الهلال. نعم. إذا وضع أيضا هذا شرط أنه سنة قادمة، أنا لا يعني نعم. أتمنى أن إدارة الهلال تبقي على قاهر العذال حتى الاعتزال. نعم. أستاذ فهد، يعني مشكلة النصر والتحكيم. نعم. آخر 3 مباريات محلية كلها احتجاجات على سعد الكثيري وما قالوا وفعلوا في سعد الكثيري رغم أخطائه الفادحة، على حكم مباراتهم مع الهلال وعدم الرغبة في إحضار حكم وإعطاء فرصة يعني من الأعذار الواهية هذه. والآن أنه الحكم كانت له أخطاء، يعني أصبح مسلسل النصر والتحكيم مسلسل. نعم. مسلسل مشكلة. طيب. مسلسل طويل يعني حلقاته 400-500 حلقة. طيب. في بين غمضة عين ما بين غمضة عين والتفاتتها يبدل الله من حال إلى حال. سبحان الله، سنوات طويلة والإدارات النصراوية تطالب بحكام أجانب، وترى أنه كثير من أسباب الخسائر اللي يعني وفقدان البطولات معزوة إلى الحكم المحلي. الآن اختلفت الآية، عندما حضر الحكم الأجنبي أصبحوا يطالبون بإعطاء الفرصة للحكم المحلي. سبحان الواحد الدائم. أخي لا تكتفي في إسقاطاتك ضد نادي النصر اللي يبدو أنه يعمل لك عقدة نفسية. أنت كل شيء تسقط عليه في نادي النصر. نادي النصر عبر رئيسه الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز تكفل بإحضار جميع حكام النصر أجانب من الدرجة الأولى في الموسم القادم، وهذا يكفي. لكن ما حصل في تلك المباراة شيء مختلف. احنا لم نشأ أن نستخدم حكام أجانب من الدرجة الثانية، وهذا أكرره للمرة ال1000. أرجو أنك تعرف الموقف هذا. نعم.
الدلع. الدلع يا كايدهم، الدلع يا كايدهم، خليهم يشوفون، خليهم يشوفون. اللي أعجبني أيضا التقرير الموسيقى أو الأغنية الجميلة جدا اللي صاحبة الأداء. فأتمنى إن شاء الله أنه في يوم من الأيام لو جاء عندكم لقطة ختام بتخص رادو أنه تختارون نفس الأغنية، أنا أعجبتني صراحة. طيب عموما